هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. تشتهر الإعلامية الجزائرية فائقة الجمال والشهرة والرقي سمية سماش باحترامها الشديد لأصدقائها وزملائها وزميلاتها وصديقاتها، وتحرص على أن تكون متواجدة دائما في مناسباتهم الخاصة وفي حفلاتهم، وذلك على الرغم من انشغالها الكبير والمسؤوليات الكبيرة جدا التي تتحملها، سواء في عملها الإعلامي داخل أروقة محطة الشروق الفضائية الخاصة الجزائرية، ومشاركتها في تقديم أكثر من برنامج تلفزيوني هناك، أو حتى في مسؤولياتها الخاصة تجاه عائلتها، وخاصة والدتها وشقيقها الأصغر. وبالرغم من أن الإعلامية الجزائرية الحسناء سمية سماش قد انضمت بشكل شبه رسمي إلى عائلة الإعلامي الجزائري الشهير جدا جلال شندالي، عمو جلال، وأصبحت عضو جديد في تلك العائلة الجميلة وزائعة الصيت والشهرة داخل دولة الجزائر، وذلك بزواجها من المنشط الإذاعي الشهير عمار الشندالي. إلا أن سمية سماش نستطيع القول أنها قد فعلت مع زوجها عمار ما لم تفعله مع والد زوجها وزميلها في محطة الشروق الفضائية. والسؤال الذي قد يطرح نفسه الآن، وقد تطرحه معنا شريحة كبيرة من جمهور هذا الثلاثي: ما هو الشيء المهم الذي فعلته الإعلامية الجزائرية سمية سماش مع عمار الشندالي ولم تفعله مع والده في العام المنصرم 2022، والذي ودعته سمية سماش منذ عدة أيام قليلة؟ سمية في العام الماضي كانت قد حرصت على أن تحتفل بيوم ميلاد زوجها وحبيبها وشريك أيامها القادمة عمار الشندالي، وأقامت له احتفالا وصفه الكثيرون بأنه حفل كبير وخاص واستثنائي، وليس الأمر في فخامة الحفل فحسب، ولكن في الطريقة التي قامت فيها سمية سماش بالاحتفال، لكنها في نفس الوقت يبدو أنه قد غاب عنها أو لم تتذكر يوم ميلاد والد زوجها الإعلامي الجزائري الشهير جدا جلال شندالي كي تحتفل به هو الآخر، أو تحتفل بيوم ميلاده مثل ما فعلت مع نجله زوجها عمار الشندالي. لكن ما حدث أنها على ما يبدو قد تجاهلت وبدون قصد أن تحتفل أو أن تشير إلى يوم ميلاد والد زوجها، أو تحتفل معه بطريقة اعتيادية بأن ترسل له على سبيل المثال رسالة تهنئة بيوم ميلاده، أو حتى أن تقوم بإرسال رسالة تهنئة إلى زوجها وحبيبها عمار الشندالي بمناسبة يوم ميلاد والده. لكن شيئا من كل تلك الأمور لم يحدث، وهنا نستطيع القول أنها وهي الإعلامية الجزائرية الشهيرة جدا كانت قد فعلت في العام الماضي 2022 مع زوجها عمار الشندالي ما لم تفعله مع والده الإعلامي الشهير جدا جلال شندالي.